أمنية، أمنية يا حبيبتي، يا أمنية. بصراحة البنت نايمة وأنا مش عايزة أقلقها. طب والشغالة الجديدة جاية، أنا كنت عايزة أعرفها عليها قبل ما أنزل. طب أنا أعمل إيه؟ أنا هتصرف. أنا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. ما اروحش الغيط، البامية شوكتني، انا ما اروحش الغيط، البامية شوكتني. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سامعاه ده؟ مين اللي بتغني؟ هروح اشوف مين ده. ايه ده؟ بص بقى، انا قلبت الشقة كلها في ربع ساعة، هي ربع ساعة ما طولتش، عشان تعرف بس ان انا جدعة. لا الساعة 4 هنتقابلوا ان شاء الله. بس اقولك على حاجة برضو، عم احمد ده راجل جدع، وقف جنبي في وقت الظروف كانت جاية عليا، الدنيا كانت دايسة عليا والله، كتر الف خير، وكنت محتاجة للشغلانة قوي. ايوه دلوقتي هدخل بقى اعمل لها حبة اكل كده حلوين، صينية بطاطس بالفراخ ورز. ماشي يلا باي باي. ما روحش الغيط. انا نعم يا أمنية. فيروز، جاهزي يلا عشان عندنا شغل. ماشي يا أمنية. تمام. باي يا أمنية. غزل جاهزي يلا عشان انتي عندك شغل. حاضر يا ظابط أمنية. تمام. ايه ده؟ هي مش قالت لي بنتها نايمة جوه؟ وقالت لي لما تصحى عرفيها بنفسك. كان بيتهيألي هي قالت ولا ما قالتش؟ انا مش عارفة والله. ما ظبط السرير ده. مش في المطبخ، مش في المطبخ، في الأوضة، في الأوضة، تعالوا يلا. ارفعي ايدك فوق. ايه؟ ارفعي ايدك فوق. رفعتها؟ انتوا مين؟ احنا شرطة الأطفال. ايه شرطة الأطفال دي؟ انا ما عملتش حاجة والله. ما عملتيش حاجة؟ ايوه والله ما عملتش حاجة. طب اسكتي يا حرامية وتعالي قدامنا يلا. حرامية كمان؟ يلا حرامية. يلا. يلا. مين دول؟ انت سرقتي ايه بالظبط؟ انا عايزة اعرف. طب انا عايزة اعرف، طب انت ليه الشقة دي الوحيدة اللي انت عايزة تسرقيها؟ اشمعنى الشقة دي؟ وازاي تتجرأي ان انت تسرقي الشقة اللي فيها أمنية جوه؟ يعني انا برضو عايزة اعرف بصراحة. اه صح، وكمان قوليلي مين اللي مسلطك؟ يا ترى مين اللي مسلطك؟ ايوه عرفت مين، اكيد عصابة سلاحف النينجا. يا حرامية. تحيا شرطة الأطفال. تحيا شرطة الأطفال. تحيا شرطة الأطفال. تحيا شرطة الأطفال. طب أنا عايزة أقولك على حاجة، أنت اسمك إيه بقى؟ ها؟ ردي عليا. طب عندك كام سنة؟ أيوه قولي، أنت عندك كام سنة؟ تدخلي النار. أنت ما بتتكلميش
امنيه، ما انا اللي مدخلاها البيت يا امنيه. ايه؟ ازاي يا ماما؟ ايوه يا انت من العصابه معاها يا ماما؟ عصابه ايه بس يا امنيه؟ فهميني بالراحه، عصابه ايه يا حبيبتي؟ يعني انت من عصابه سلاحف النينجا اللي احنا بنلعبوا معاهم في الجنينه؟ لا. ليه يا ماما كده بس يا ماما ليه؟ بس دلوقتي انا هربطك معاها. بس يلا كله حاجه. اهدوا بس ثواني يا امنيه يا حبيبتي، ثواني اسمعي. دي شغاله الجديده اللي عم احمد البوابه قايل لي عليها، انا اللي فاتحه لها الباب. شغاله الجديده؟ ايوه وبعدين يا امنيه يا حبيبتي ما رضيتش اقلقك. بس طيب معلش ايه ده بالراحه، طيب ثواني بالراحه. صينية البطاطس على النار هتتحرق. طيب معلش حقك انا عليا. ما عملتش حاجة. طيب معلش فكيني والنبي. ماشي بالراحه. ايه اللي عملتوه ده بس يا امنيه؟ حقك عليا، فهمت غلط. انا والله ما سرقتش حاجة خالص. قومي صينيه البطاطس على النار هتتحرق. بص انا هقول لك على حاجة. دلوقتي انت لزقتيني بوقي عشان ما اتكلمش وقعدتي تسأليني اسئلة ومش عارفة ارد عليها، هرد عليكي ازاي؟ دي لازمتها ايه في دماغي؟ معلش دماغي هتتكلم يعني. خلاص انا يا مش ندى. عارفة اقول لكم ايه والله. خلاص يا ندى حقك عليا، يا حبيبتي معلش. صينية البطاطس جوه. شوفي ازاي. طب اجري كده يا امنيه، برضه ينفع يا حبيبتي كده اللي عملتوه في ست؟ هي ما عملتش حاجه يا امنيه. انا اسفه يا ماما، فهمت غلط، ما انا ما اعرفش. فهمتي ايه غلط يا امنيه؟ دي شغاله الجديده يا حبيبتي. تعرفوا انا دخلتكم السجن هنا ليه؟ عشان احنا كدابين. لا انا مش كدابة على فكرة، انا فعلا ضايع مني مبلغ بس ده من فترة طويلة بس كده. يا بنت الباشا بس. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه. نعم. ينفع انا لما الاقي الفلوس دي ينفع اخدها ليا انا؟ لا. طب تعرفوا ليه بقى؟ طب افرضوا ان صاحب الفلوس دي محتاجها اكتر مني، عايز يعمل عمليه مثلا لولاده، او مثلا محتاجها في اي حاجه، ينفع انا اخدها؟ انا مش محتاجاها. طب لو سمحتي يا طنط ندى، انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بصراحه زعلانه منك قوي، عشان انت يعني طنط كبيره وقد ماما، ما ينفعش تاخدي حاجه مش بتاعتك. يعني ينفع تاكلي ولادك من فلوس حرام؟ لا ما ينفعش، ينفعش. صح؟ ما ينفعش. وانت يا طنط ايه ينفع؟ لا ما ينفعش يا ظابط امنيه. طب وانت بقى يا عم احمد، انا بصراحه زعلانه منك خالص، وكمان مش عايزه اكلمك تاني. انا اسف. يعني انت ماسك عندنا عماره وراجل كبير وقد بابا، انت كده مش امين عشان انت كذبت، ما ينفعش تكذب. انا اسف يا حضرة الضابط، اول واخر مرة. سامحينا يا ظابط امنيه، سامحينا اخر مره هنعمل ما ايه؟ ينفعش العماره بتاعت امنيه القوى والاميره فيروز ومكه وكمان السندريلا غزل يكون فيها حد كذاب، ما ينفعش خالص. طب احنا اسفين. يعني هتوعدوني ان دي هتكون اخر مره تعملوا آخر فيها؟ مرة. طيب بصوا، يا اخر مره بس برضه تقعدوا 24 ساعه في السجن عقابا ليكم. خلاص يا امنيه خلاص. لا معلش، عقاب ما ينفعش. 24 ساعة. ايوه عشان تحللوا وتكذبوا. بس 24 ساعه في السجن. ده